اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل النهارده شوية كفتة رز. طبعا عيد الأضحى ما بيحلاش غير بيها يعني. معايا حوالي كيلو الا ربع كده رز، غسلتهم من الصبح بدري وحطيتهم على صينية كده وفي البلكونة، وهبتدي نفرمهم اطحنهم يعني بمطحنة الخلاط دي. بصوا يا بناتي، انا مش بحب اخليها ناعمة قوي، يعني بحب اخليها فيها يعني قرشة كده، يعني طعم الرز يكون باين فيها. فهوريكوا دلوقتي اقصد ايه. تمام، هطحن كل الكمية كده. والبرطمان اللي في الجنب ده هقول لكم فيه ايه. يعني انا جبت حاجة من واحد ستهم، بس اتصدمت بصراحة من اللي شفته. هقول لكم اخر الفيديو اللي انا جبته. ماشي يا حبايب قلبي، كده فرمت الرز اهو. فرمت الرز، احط عليه الخضار بقى، قرن فلفل، كزبرة، بقدونس، اللي انت عايزة تحطيه، وحوالي كيلو الا ربع لحمة برضو. والبصل، بصوا انا بحب يعني اي حاجة داخل فيها خضار اكتر الخضار، لان ولادي مش بياكلوا الخضار صحيح، فلازم احطه في يعني في الاكل يكون مش باين. فتلاحظوا ان كل حاجة بيبقى داخل فيها خضار بحب اكتر الخضار بتاعها. فهنا بقى المطحنة عملتها معايا. بس تعالوا الاول اقول لكم البهارات اللي بحطها ايه. الكيس اللي حطيته دوت كيس كفتة، وهحط ملح وفلفل ورشة قرفة وخلاص. مش بحب احط بهارات كتير يعني واخليها يعني بهاراتها فيها تعقيد كده، لا. يعني كل واحد الطعم اللي بيحبه ممكن يحطه، يعني انتي ممكن تزودي حاجة انا ما بحطهاش. هنا بقول لكم ان الكبة باظت، فهحاول في مطحنة الخلاط كده اطحنها. بسم الله. ما نفعتش طبعا، لفت لفة وحلفت مش لفة تاني. فهعمل ايه انا كده؟ هقوم مغطياها بكيس، وزي الشطرة كده هنزل للجزار. طبعا ما لقيتش، مش كل الجزارين بيفرموا كفتة الرز، فلفيت لفة كويسة يعني، بس فرمتها الحمد لله. تمام كده، نزلت بقى عملتها وطلعت. هعجنها بس كويس كده يعني. تمام، وشوية زيت جنبي كده واصبع بقى. انا اللي هصبعه ده بس يعني على قد النهاردة ما هناكل، مش هطبخها بصراحة النهاردة، يعني هحمرها كده. وولادي بيحبوا ياكلوها كده متحمرة، يعني هو عيد الأضحى بالنسبة لهم هو ده كفتة الرز متحمرة. نعمله الطبق كده ونتسلى فيه، خلاص كده هما كده تمام. الباقي هنحطه في الفريزر، ولما اجي اطبخها طبعا في بطاطس او هنشوف هنعملها ازاي، هعملها معاكم. النهارده اليوم يعني انا قلت لكم كل يوم مع جنب عمايل الاكل كده هنخلص حاجه في الشقه. النهارده طبعا عشان الكبه واللي عملته معايا ده، اليوم كان ضايع في الكفته بصراحه، ما لحقتش اعمل حاجه غير غسلت شويه غسيل، ويعني والمطبخ كده جنبي والمواعين وبتاع وخلاص، والترويق اللي هو العادي بتاع اليوم. ما غسلتش ولا عملت حاجة من حاجات العيد يعني. كان في حاجات كتير عايزة اعملها النهاردة، بس ما لحقتش عشان نزولي بالكفتة وكده. تمام. واحنا اتفقنا يا جماعة ان كل يوم هنخلص حاجة، يعني مش عايزين نجهد نفسنا في التنظيف وفي الترويق وكده. كل يوم هنخلص حاجة مع بعض.
كده اللي اتبقى هحطه في اكياس طبعا، وبيطلع بس بسيبه يفك وبعمله صوابع كده زي اللي على الصينية دي، واحمره واحطه في قلب الطبخ. عملت 3 اكياس، عاملة حساب امي ربنا يخليها لي يا رب، هوديلها كيس برضو. الكيسة اللي ورا دي بقى يا جماعة البيضة دي، تعالوا اقول لكم بقى ايه اللي فيها. بصوا بقى يا حبايبي، دي كيسة 1/6، ودي السمنة اللي من 1/6. تمام، طبعا عاملة ضجة جامدة يعني. تعالوا نفتح. عايزة اقول لكم ان عمري في حياتي ما شميت ريحة سمنة كده، ولا قوام سمنة كده، ولا طعم سمنة كده. يعني انا ما عملتش بيها طبخة كاملة، بس قليت بيها بيض بس. وطبعا يعني البيض بيبين ريحة اي سمنة، كانت حلوة مش حلوة مغشوشة. يعني انا بصراحة اعترفت ان انا كان بيضحك عليا في السمنة كتير. مفيش غير مرة بس اختي ربنا يديها الصحة يا رب بعتتلي، يعني ممكن هي اللي ريحتها زي ريحة السمنة دي وطعمها زيها. ربنا يبارك لك يا سمورة، ودايما ناجحة، ويوفقك، ويحسن ما بين ايديكي دايما يا رب. بصوا يا جماعة، هنا بقى اخدت شوية هنحمرهم، وزي ما قلت لكم العيال يعني هيتعشوا بيهم كده، هيلقطوهم يعني لوحدهم كده من غير بقى سندوتشات ولا تتغمس ولا حاجة. هما بيحبوها كده مقرمشة. طبعا يا جماعة سمر ناجحة وبتجتهد، ربنا يكرمها ويزيدها يا رب. فاحنا لازم نحب الخير لبعض عشان الخير يجيلنا يعني. هي تعبت كتير وعشان كده ربنا رضاها. بصي يا حبيب قلبي، ادي الكفتة مقرمشة من بره ومستوية وزي العسل من جوه. كل سنة وانتوا طيبين، متنسونيش بقى باشتراك ولايك، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، كل سنة وحضراتكم طيبين.